كهربا رغم الناس اللي بتتكلم عليه بشكل لا نجح. مش ايجابي قوي، لكن نجح جامد جدا ان هو ياخد مع الاهلي بطولات افريقيه 3 بطولات افريقيه. ربنا يشفيه. مؤمن قبليهم النهارده امام. تمام. فاذا الثقافه والحته دي بدات تتغير شويه. حلو. الاهلي بيتكلم على منافسات قاريه، فدي برضو حاجه من الحسابات. يعني الاهلي عشان يتعاقد مع اي حد بالارقام دي لازم يكون حاسبها كويس قوي وشاري النادي برضو زي ما قلت لك. هل ممكن الاهلي يتعاقد مع حد ايا كان بقى زيزو او غير زيزو بالرقم ده؟ طب ما احنا ما تقول لي هو الاهلي مر بده ولا لا؟ هقول لك مر بيه ايام عبد الله السعيد. هو عبد الله كان مش احسن بكتير جدا من اللي بيأديه زيزو على المستوى اللي فات ده، على المستوى السنه اللي فاتت. ده حقيقي. حصل ولا ما حصلش؟ تمام. لكن احنا كان عندنا اوضه لبس. اوضه لبس كان بيجدد فيها وقتها مين؟ كان في وليد سليمان. مفاوضات الاهلي مع زيزو دي ايه؟ ما انا بقول لك بقى ما تبوظش اوضه اللبس. بالنسبه لنا التفاصيل ايه؟ بس الاهلي عنده تجارب قبل كده بيشتري اوضه اللبس. ممكن زيزو يبقى رقم اقل، ممكن زيزو يبقى عنده حسابات تانية. ما انت الاهلي ممكن ما يدكش احسن حاجه كعقود، لكن هو احسن دخل. مفيش كلام. انت عندك حملات اعلانيه على طول بتيجي، عندك سبونسر، عندك بيدي ارقام كويسه. لو عملت الكلام ده زيزو وطي التلفزيون. عندك بطوله افريقيه، عندك بطولات كاس عالم للانديه، بطولات على طول البطولات الافريقيه، البطولات اللي بتدخل لك دخل كبير جدا. عندك سعر لاعب الاهلي حتى في البرامج التلفزيونيه، وانت قول ولا من غير تفاصيل. سعر لاعب الاهلي في البرامج التلفزيونيه مختلف من غير ما تلف وتدور. انا اللي بسالك السؤال ده، صح ولا لا؟